السلام عليكم. اليوم بدي أعلمكم طريقة كتير طيبة. بدنا نعمل كباب هندي. مثل ما شايفين عندي هون في لحمة أنا مشقفة، يعني شقف، وهي غنم يكون مستوى الدهن فيها منه خفيف، بدي اياها شوي مدهنة اوكي للحمة. وعندي هون الطحانة أنا بطحن فيها اللحمة وبتسهل علي كتير، وبنقي اللحمة المنيحة، يعني ما بحب أنا هيك يكون لحمة يعني بقلبها الله أعلم شو حاطين. وهون عندي بصلتين، وعندي ضمة كزبرة كمان حأفرمهم معها، وعندي تقريبا 800 جرام لحمة. اوكي عندي هون ابني الصغير وابني التاني، هن حيساعدوني بالفرم وانا حصور. ماشي، فانا ححط اللحمة وهن حينزلون. يلا. واو شاطر. يلا حط بعد. يلا بعد. اوكي انا هيك هلا طحنت اللحمه مثل ما انكم شايفين، وطحنت باقي البقدونس والبصلتين هون عندي. وهلا بدي بلش بهرهم، وبدي احط شويه بندوره كمان بدي اقطعها وثوم وزنجبيل. حورجيكم كيف. اوكي جاهز. مثل ما شفتوا حطينا الكزبره الخضراء مع البصل واللحمه. وهون عندي قطعت حبتين بندوره شقف صغير كتير كتير مثل تعين التبوله. وعندي هون حاشرح لكم شو عندي. فاذا عندي هون بندوره قطعه صغيره، عندي كمون معلقه صغيره مثل هيدي المعلقه كمون مطحون، معلقه صغيره زنجبيل مطحون، معلقه صغيره ثوم مطحون، معلقه كبيره كزبره حب مثل ما شايفين، معلقه صغيره كمون حب، معلقه صغيره فلفل يعني شطه تكون حر، ومعلقه صغيره كزبره يابسه. اوكي فاذا معلقه صغيره كزبره يابسه، معلقه صغيره حر، 2 بندوره مقطعين، معلقه كبيره كزبره منا مطحونه، وكمون منه مطحون نفس الشيء، معلقه صغيره ثوم، معلقه صغيره زنجبيل مطحون، ومعلقه صغيره كمون مطحون. هذا كله راح احطه على اللحمه هون. اوكي هلا من بعد ما حطيتهم لهذا الخليط مثل ما انتم شايفين هيك، عندي كمان هون معلقه صغيره سماق ومعلقه صغيره جرم مسالة. اذا سماق معلقه صغيره وجرم مسالة معلقه صغيره. كمان ححطهم فوق هذا الخليط وبورجيكم شو بدنا نعمل. طحين فرخه ناعم، يعني بتسموه طحين فرخه سمولينا ناعم. بدي احط منه كميه معلقتين صغار بهيدا الشكل. بدي احط منها اذا معلقتين صغار بهيدا الشكل. اوكي بدي هلا احط شويه مي، شويه صغيره مي عشان اقدر ادعك اللحمه منيح. فحط شويه مي، يعني ححط هلا ربع كوب مي صغير واعجنهم افركهم. اوكي هيك عشان تصير اقدر اعجنها والعجينه تصير كتير طريه عندي. اوكي فانا حبلش اعجن كل هيدي المكونات يلي معي. اوكي انا هلا خلطتهم، عجنت العجينه مثل ما انكم شايفين. شوفوا قديش طريه العجينه، شفتوا طالعه اللحمه كتير طريه لاني حطيت لها شويه مي. انا هلا بدي ريحها بالبراد مده شي ساعتين عشان تاخد كل الطعمه من البهارات وكل شي. شايفين هون في الكزبره الحب، كل هيدا الخليط اللي عملناه كتير كتير طيب مع الجرم مسالة والسماق. بعطيها شوي صغيره حموضه. وبعدين قبل ما نبلش نقليهم رح احط شويه بيكنج باودر عشان تكون اطرى واطرى بعد. وبرجيكم طريقه التقديم ومع شو بناكلها.